جوكر هو حشيش صناعي. وصلت الشرق الأوسط عام 2010، داهمت الشرق الأوسط للأسف. عام 2010 وصلت الأردن تقريبا ب 11 أو 12. احنا كجزء من الشرق الأوسط وجزء من العالم لابد لا نكون متضررين. هون بدي أحكي لكم شغلة يمكن نشوف الجهود اللي تبذل. عام 2014 وعام 2015 تم ضبط 25,000 كيس جوكر من قبل إدارة جوكر بيعمل تغير مفاجئ بوظائف الدماغ. هذه أهم شيء. التغير المفاجئ هذا بوظائف الدماغ بصير الشخص يرى تهيؤات مش موجوده، مثلا انه التقينا في بعض الاشخاص عبينا لهم استبيان لغايه البحث العلمي من مديريه جوكر، بصير يشوف راس اخوه نمر. انا لما اشوف نمر مش بدي اهرب، بهرب بطريقه مفزعه. بصير يشوف العماره الاربع طوابق كبريت ممكن يقفز عنها، ببطل يميز بين المسافه وبين الوقت وبين الحجم. تصور. وبيشوف اشياء مش موجوده نهائيا. بصير يشوف ابوه ببيت جاره راح يعمل معه مشكله ايش بتعمل عندي هون بالبيت. فلذلك هذه التهيؤات اللي هي ناتجه عن ماده مهلوسه كيميائيه عملت تغير مفاجئ بوظائف الدماغ، هي الاشكاليه الكبرى الان. انه الشخص ممكن يرتكب اي شيء تاثير هاي الماده. الجديد بالجوكر عن باقي المواد كالهيروين اللي هو الموت المفاجئ. الهيروين الموت المفاجئ فيه الاوفر دوز. الجوكر الموت المفاجئ فيه انه المواد الكيميائيه اللي دخلت بالجوكر هذه المواد بتسبب تسمم بالكبد، نفس التسمم الكيميائي للشخص اللي بياخذ اي شيء مشان ينتحر. الجوكر في بعض المواد ممكن تدخل فيه اي صناعه كيميائيه مش مضبوطه نهائيا، فلذلك بتترسب المواد الكيميائيه اللي موجوده بالجوكر بالكبد بتؤدي للموت المباشر. بحكي يا شباب ديروا بالكم، بحكي للاهل شغله، عشبه غريبه. هلا معلش ميراميه بنعرفها ولا لا؟ صار بدي حد يفهم اني بحكي ميراميه جوكر، لا الميراميه بعرفها، ما في منها خوف، موجوده ببيتي. البابونج بعرفه ولا لا؟ في منها خوف؟ لا موجوده ببيتي. طب عشبه غريبه مع ابني، او ماده تبغيه غريبه، ماده تبغ تشبه التبغ الهيشي. حل انا عم بحكي باللهجه الاردنيه، بحكي حل يعني للاستخدام مبكته بطريقه بدائيه او محطوطه باكياس، هي صورها، او باكياس عاديه زي اكياس التفريز اللي بنحطها بالفريزر. هو بتصير عنده تغيرات مفاجئه بالسلوك، فجاه بصير انطوائي، انزوائي، قليل الكلام، قليل الطعام، ما بده ينكشف، ببطل يروح على الاعراس اللي كان يروح عليها مع قرايبهم، ببطل يشاركهم بالعزايات، بدوش يقعد مع الاهل بالصاله بالبيت، بيقعد بغرفه لحاله، على حد اعتقاده انه اذا اختلط كثير انه راح ينكشف، لانه هو انسان قلق ومتوتر. قلق من مين؟ من الشرطه، من اهله، من قرايبه، من المجتمع، خايف من الكل. فاول ما بيبدا بالعزله خاصه في ماده الجوكر. فهون ننتبه يا شباب انه اي شخص بيعطيك ماده غريبه عشبه بحكي لك هاي بتقوي الذاكره. تقوي الذاكره؟ اي ذاكره؟ هاي بتعمل الذكاء، بتنمي الذكاء. يعني هو رخيص مقارنه بالهيروين والكوكايين، نعم. بس مش رخيص مقارنه بسلع احنا بنتداولها بحياتنا. لا القصد انه عشان المواد اللي فيه بدائيه. نعم، هي مواد بدائيه وقاتله للعلم، يعني ممكن تكون سهل من ذباب طيار. فننتبه للاشياء، بدي اكون حذر ما احكي اكثر من هيك. ممكن يعطيك الجوكر على اساس انه مقوي جنسي. مقوي جنسي شو؟ اللي عنده مشكله جنسيه براجع الطبيب وبصرف له. المقوي الجنسي مسموح بالصيدليه. معلش انت بتعطيني مقوي جنسي وانت خايف؟ انت بتعطيني مقوي جنسي بتقول لي دير بالك حد يشوفنا؟ انت بتعطيني مقوي جنسي وبتقول لك بتطلع هيك وهيك؟ واضح من ردة فعله انه سلوك غلط.